ازاي انا كأم اخلي ابني يحمي او بنتي تحمي نفسها في المدرسة، وخصوصا الحوادث اللي هي حاصلة اللي هي في الكيجي واطفال صغيرين جدا. تمام. ازاي يحموا نفسهم، اخليهم يحموا روحهم، وفي نفس الوقت لو حصل حاجة لطفل منهم يجي يحكي لي كأم اعمل ايه؟ تمام. دي حضرتك بيبقى عايزه كذا خطوه. تمام. اول حاجه احنا بنبتدي نركز على ان احنا نعملهم تربيه جنسيه. تمام. تربيه جنسيه يعرف حدوده. تمام. دي بتبدا من اول يوم. من اول يوم، من وانا بغير يعني للطفل. تمام. ده ما بيبقى ما بينك وما بين الطفل. تمام. ما بيبقاش فيه الموضوع ما بيبقاش يعني فرجة كل ده. وانا مثلا بحمي الطفل، ده بيبقى برضه نوع من انواع الخصوصية. ما بتبقاش العملية في حدود، مين المسموح ليه، مين اللي مش مسموح ليه. ما بيبقاش كل اي حد خلاص ده كده ده كده. مين اللي مسموح ان هو يحضن اصلا ابني او يبوسه. تمام. يعني لان دلوقتي الموضوع ما بقاش مقتصر على الاغراف فقط. ده دلوقتي للاسف بقى حالات كتير قوي بتيجي الاب الام بتتحرش بابنها، الاخ بيتحرش باخته او بيتحرش باخوه.